وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم واصل عنطالي من قناة الزاد التي تذكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونور الهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والتمادح فإنه الذبح. ومعنى الحديث: احذروا المبالغة في المديح، فإن المديح الزائد كالسكين التي تذبح القلب وتفسده. لهذا إخواني الكرام، لقد أصبحنا اليوم نرى الناس يمدح بعضهم بعضا في كل صغير، حتى صار الإنسان يعيش فقط ليسمع كلمة أحسنت وأنت رائع، ناسيا أن المديح قد يقتل الروح. تواضع في الإنسان. لهذا إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق كان يكره أن يمدح في وجهه، لأنه يعلم أن القلب ضعيف وأن المديح يورث الكبر والعجب. فلهذا كم من إنسان ضاع بسبب كلمة المديح أغرته بنفسه فأنسته ربه وأوقعته في الفتن والمعاصي. فلهذا يا إخواني، من أحبك حقا لا يمدحك بالباطل، بل ينصحك ويذكرك بالله، لأن المحب الصادق هو من يقودك إلى رضوان الله، لا إلى الغرور والزهد. فلهذا اللهم اجعل قلوبنا خاشعة متواضعة، ونجنا من الكبر والرياء، ووفقنا أن نعيش لك وبك وفي سبيلك يا أرحم الراحمين.